السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى للوصفات المصرية. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل أو سلق اللحمة. أنا عارفة إن الطريقة سهلة جدا، بس أنا الطريقة دي البنات اللي لسه مبتدئة ولسه طبعا بيكونوا لسه في أول حياتهم، عاوزين يعرفوا الطرق اللي هي السهلة بتاعتنا دي. طبعا انت كمية اللحمة الكمية اللي هي تناسبك. طبعا سلق اللحمة دي طبعا بنستخدمها طبعا في الطبخ. لو انت مش هتطبخيها أو بتعمليها كباب حلة او بتعمليها محمره او بتدخل في عمل صينيه البطاطس. فاحنا الاول دي طريقتنا هتسلقها هتبقى تاخدي شوربتها وهتعملي بيها خضار ورز وهتطبخيها، او لعمل الفته. باذن الله هبقى اعمل معاكم طريقه الفته في القناه. اول حاجه انا حاطه ميه هنا. اول حاجه طبعا احنا غسلنا اللحمه بتاعتنا. طبعا هنا حطينا ميه مغليه. الميه هي غلت معانا، بتحطي فيها بصل وبتحطي فيها جزر. الجزر ده هيسرع معاكي سوى اللحمه، لانه فيه كميه سكر او فيه نسبه سكر، هتسرع معاكي تسويه اللحمه. وهنا طماطمايه هي كده غلت معانا. هنبتدي بقى نحط اللحمه. طبعا انت بتعملي اللحمه زي ما قلت لك الكميه اللي تناسب الاسره، وبتقطعيها حسب الحجم اللي يناسب الاسره او اللي يناسبك طبعا في التقطيع. نبتدي كده بسم الله. هنحطها كلها في الشوربه او في الميه. انا كده ضفت كميه اللحمه كلها. دلوقتي انت ما بتضيفيش خالص ليها الملح دلوقتي، لان الملح هيبطئ التسويه، فاحنا ما بنضيفش الملح الا لما تلاقيها استوت خالص. اللي هنضيفه دلوقتي احنا ضفنا الطماطم وجزر والبصل. ابتدي احط لها بقى التوابل بتاعتها. فلفل اسود وطبعا الحبهان ضروري طبعا، وبتحط لها البهارات مش كتير، لان البهارات اوقات او مش ضروري بهارات، لان البهارات هتسود لك الشوربه بالشكل ده كده. وانا قلت طريقتي دي سهله فعلا، بس يعني البنات لسه مبتدئه ولسه عايزه تتعلم، يعني سنه اولى طبخ لسه من اول وجديد. طبعا انا فاتحه عليها وهسيبها كده، يعني ما تغطيش الغطا قوي عشان ما تفرش منك. ولما يظهر الريم هوريكي ازاي تحشيها وتشيليه من على الحله. تعمليها كده اهو بالشكل ده كده او كده، علشان ما تفرش منك. ما نحطهاش غطا، يعني ما تحطهاش خالص. هو بالشكل ده كده عشان ما تفرش منك وتبهدلك الدنيا بالشكل ده كده. بس تغلي كده واوريكم ازاي احش الريم من فوق اللحمه من فوق الوش. هو الريم ظهر بالشكل ده. طبعا تبتدي تشيليه كده بحرص، لانه لو قلبت الريم ده هيعكر لك الشوربه، فلازم تشيليه كله بالطريقه دي اهو. انا هيعكر الشوربه كلها. تشيليه بالراحه كده، بالراحه كده وتشيليه. طبعا ان اللحمه دي لها طريقه تانية انتي بتعمليه بيها. هو اللي انتي بقى ممكن يعني ما تحطيش ميه كده على طول، لا. تبتدي تجيبي الحله وتحطي فيها اللحمه، تعمليها زي صدمه كده وتشوحيها. دي طريقه تانية للسلق. وتروحي حاطه لها البصل والجزر والتوابل وتقلبيها جامد، بس طبعا من غير الملح، لان الملح هيبطئ السوا بتاعها. وتروحي مقلباها قوي قوي كده ومشوحاها، وبعد كده بتضيفي عليها الشوربه بتاعتها او الميه بتاعتها. دي طريقه، ودي الطريقه بتاعتنا، ان انت بتحطي الميه تغلي وبعد كده تضيفي لها الجزر والطماطم. طبعا هنحط طبعا ورق لورا. طبعا ما بحطش لسه توابل، ما بحطش لسه التوابل الا لما اشيل كل الريم خالص، عشان التوابل ما تطلعش في الريم. كل الريم بالشكل ده، متحاوليش تقلبيه خالص زي ما قلت لك، عشان هيفضل في القاع تحت او في اللحمه وهيبقى شكله مش حلو. اهو شلته كله اهو الشكل ده كله. بس نبتدي بقى نضيف التوابل بتاعتنا. التوابل تضيفيها بعد ما تشيل الريم كله. طبعا التوابل معانا هي الورق بتاعنا اللورا ده، ولا اهو او لوري بالشكل ده كده اهو. وهنا بقى فلفل اسود وحبهان وبس. على كده ما بتضيفيش حاجه تاني. هي دي التوابل بتاع اللحمه. ما تكتريش، ما تحطيش بهارات عشان هتسود لك الشوربه بس. وطبعا الملح قلت لك لما تدخل وتحسي ان هي استوت كده تملحيها
بالشكل ده. بس اللحمه اهي معانا والشوربه رايقه اهي. طبعا سلق اللحمه دي زي ما قلت لك بتاخديها عشان بتطبخي بيها. طبعا انا عندي الحبهان انا هنا فرماه، والمفروض ما يبقاش مفروم كده، بس انا ما عنديش الا اللي هو المفروم ده، المفروض يبقى حب اللي هو الحبهان بس. ونستنى عليها كده لغايه ما تستوي ان شاء الله. بس تبتدي بقى تحطي كده الحله ما تغطيهاش قوي عشان تبقي عارفه، عشان ما تفرش منك وتبهدلك الدنيا. بس وده كده سليق اللحمه معانا، ونستنى لما تتسلق وتخلص. وطبعا بتطبخي مع الخضار اللي يعجبك. خلاص اللحمه دخلت معانا في السوا، وانا هضيف لها الملح. بكده اكون خلصت. انا عارفه ان هي طريقه يعني سهله جدا، بس في بنات صغيره لسه، العرايس المبتدئين عاوزين يعرفوا، لسه سنه اولى طبخ بقى ولسه عايزين يبتدوا، فاحنا بدينا معاهم اهو، معاهم بطريقه سلق اللحمه بالطريقه دي. طبعا انت بعد ما تسلقيها عايزه لو تحمريها او تعمليها ببصل. انا عامله في القناه طريقه عمل اللحمه كباب حله في القناه، طريقه كباب الحله. عايزه تحمريها، عايزه تاخديها كده وتحطيها في صينيه من غير اي حاجه وتحطيها في الفرن تتحمر، يعني شويه زيت او سمن كده وتحطيها كده في الفرن، ممكن تتحمر معاكي وتبقى كويسه جدا. كده اكون خلصت، ويا ريت كده يعني افدتكم بحاجه لو بسيطه حتى. بشكركم جدا، والى اللقاء مع وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.